السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مع الجزء الرابع عشر في بيان الكلمات المختلف فيها بين روايتي شعبة وحفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية. نبدأ بإذن الله تعالى ابتداء من سورة الحجر في الربع الأول. في بداية السورة طبعا الحروف المتقطعة أو المقطعة أو الحروف النورانية لها أسماء كثيرة كما أخذنا سابقا. إمالة حروف حي طاهر من هذه الحروف لشعبة، فيقرأ شعبة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر هكذا، ويقرأ حفص ألف لام را هكذا. طيب ننتقل إلى الآية رقم 8. يقرأ فيها شعبة هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ما تنزل الملائكة إلا بالحق، أي قرأ بتاء مضمومة مع فتح الزاي ورفع الملائكة على البناء للمفعول، والملائكة نائب فاعل. ويقرأ حفص ما ننزل الملائكة إلا بالحق هكذا بنون مضمومة وكسر الزاي ونصب الملائكة، وذلك طبعا بإسناد الفعل إلى الله تعالى. طيب ننتقل إلى الآية رقم 44. يقرأ فيها شعبة لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ويقرأ حفص جزء مقسوم. أخذناها سابقا وقلنا أنها من لغات العرب سواء كان بسكون الزاي أو بضم الزاي. وفي الآية رقم 45 يقرأ فيها شعبة هكذا إن المتقين في جنات وعيون، ويقرأ حفص وعيون، أي كما أخذنا سابقا أن شعبة يقرأ بكسر العين وحفص بضم العين في هذه الكلمة في كل القرآن. طيب ننتقل إلى ربع نبئ عبادي في الآية رقم 60. يقرأ فيها شعبة هكذا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، ويقرأ حفص قدرنا إنها لمن الغابرين، أي أن شعبة قرأ بتخفيف الدال وحفص بتشديد الدال، وهما لغتان بمعنى أي بمعنى التقدير هكذا. طيب ننتقل إلى الآية رقم 82 في نفس الربع. يقرأ فيها شعبة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وحفص بيوتا آمنين، كما أخذنا سابقا في كل القرآن هذا اللفظ بكسر الباء لشعبة وبضم الباء لحفص، وهي من لغات العرب. وبذلك نكون قد انتهينا من سورة الحجر، وما زلنا في الجزء الرابع عشر. ننتقل إلى سورة النحل. في الربع الأول من السورة أتى أمر الله في الآية رقم 7. يقرأ فيها شعبة هكذا إن ربكم لرؤوف رحيم، ويقرأ حفص إن ربكم لرؤوف رحيم. أخذناها سابقا في هذا اللفظ وهو في كل القرآن بهذه الكيفية. ننتقل إلى الآية رقم 11. يقرأ فيها شعبة بالنون في هذه الكلمة ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب إلى نهاية الآية. ويقرأ حفص بالياء
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل. أي أن شعبة قرأ بالنون للخروج من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة، وهو على طريق الالتفات، وهذا من ضروب البلاغة كما ذكرناها سابقا. ويقرأ حفص بالياء حملا على قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء، هكذا. طيب ننتقل إلى الآية رقم 12، يقرأ فيها شعبة هكذا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ويقرأ حفص: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. أي أن شعبة قرأ والنجوم مسخرات، أي بالنصب معطوفة على ما قبلها، وقرأ حفص والنجوم مسخرات بالرفع على الابتداء، ومسخرات تكون خبر. طيب ننتقل إلى الآية رقم 17، يقرأ فيها شعبة: أفلا تذكرون. ويقرأ حفص بالتخفيف: أفلا تذكرون، وأخذناها سابقا. ننتقل إلى ربع وقيل الذين اتقوا في الآية رقم 43، يقرأ فيها شعبة كما أخذنا سابقا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. ويقرأ حفص: إلا رجالا نوحي إليهم، أخذناها سابقا في سورة يوسف. طيب ننتقل إلى الآية رقم 47، أيضا فيها لفظ رؤوف، يقرأ فيها شعبة هكذا: فإن ربكم لرؤوف رحيم. ويقرأ فيها حفص: لرؤوف رحيم، كما في كل القرآن. ننتقل إلى الآية رقم 66، ويقرأ فيها شعبة هكذا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. ويقرأ حفص: نسقيكم مما في بطونه. أي قرأ شعبة بفتح النون على أنه مضارع سقى الثلاثي، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. ويقرأ حفص بضم النون على أنه مضارع أسقى الرباعي، ومنه قول الله تعالى: وأسقيناكم ماء فراتا. والفرق بينهما كما ذكر أهل اللغة أن سقيته ناولته فشرب، أما أسقيته أي جعلت له سقيا، والكلمتان لغتان من لغات العرب. ننتقل إلى الآية رقم 68، يقرأ فيها شعبة هكذا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ويقرأ حفص: بيوتا. طبعا كسر وضم الباء في هذه الكلمة من لغات العرب كما أخذنا سابقا. ويقرأ أيضا في نفس الآية شعبة: ومن الشجر ومما يعرشون. وحفص: ومن الشجر ومما يعرشون، وأخذناها سابقا في سورة الأعراف. يقرأ شعبة في الآية رقم 71 هكذا: أفبنعمة الله تجحدون، أي بتاء الخطاب حملا على قول الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ويقرأ حفص: أفبنعمة الله يجحدون، مناسبة لقول الله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، فعلى نسق واحد وهو الغيبة. طيب في الآية رقم 80 من ربع ضرب الله مثلا عبدا، فيقرأ فيها شعبة لفظ البيوت الذي ورد في هذه الآية، ورد مرتين بكسر
الباء وحفص بضم الباء، فنقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هذا شعبة. أما حفص والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هكذا. طيب، ننتقل إلى الآية رقم 85، يقرأ فيها شعبة بإمالة الراء وصلا وإمالة الكلمة كاملة وقفا كما أخذنا سابقا، فيقرأ هكذا: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، ويقرأ حفص وإذا رأى الذين ظلموا العذاب. في الآية رقم 86 نفس الحكم أيضا، يقرأ شعبة وإذا رأى الذين أشركوا، ويقرأ حفص وإذا رأى الذين أشركوا. وانتبهوا إذا وقفنا على هذه الكلمة لشعبة نقول رئي بالإمالة في الكلمة كاملة. طيب، ننتقل إلى ربع إن الله يأمر بالعدل، وآخر كلمة لشعبة في هذا الجزء وفي هذه السورة كلمة تذكرون، يقرأ بالتشديد لعلكم تذكرون، ويقرأ حفص لعلكم تذكرون. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الجزء، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة مع الجزء الجديد، الجزء 15. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.